بص بقى يا ستي، دي الاستمارة بعد ما قلنا خلاص الورق اللي هنسيبه فاضي. الورق اللي هنملاه في الاستمارة بتاع ملفات فترة المنازعات التسوية، استمارة بيانات منازعات الأسرة، نوع النزاع هتكتبي نفقة، متعة، خلع، طلاق للضرر، نفقة مأكل ومشرب، أجر مسكن، أجر حاضنة، حسب نوع النزاع. أسباب النزاع هتكتبي عدم الإنفاق لو نفقات، أو في الطلاق والخلع عدم استمرار الحياة، استحالة العشرة. بتكتبي مصطلح الغرض من تقديم طلب تسوية الوصول لحل، يعني الرد بسيط جدا. المقترحات المقدمة طلب بخصوص التسوية هتكتبي الوصول لحل. ما يرتكن إليه هتكوني جايبة قسيمة الطلاق، قسيمة الجواز، شهادات الميلاد. بتقدمي صور، مش لازم تقدمي الأصول خالص، فبتكتبي صورة صورة صورة. بيانات المستندات المرفقة بالطلب نفس اللي كتبتيه هنا هتبقى هو اللي هتكتبيه هنا، وهتكتبي اسمك وهتمضي. هتقلبي بقى في ظهر الاستمارة دي، ودي أخطر حاجة لازم تمليها دي كويس قوي. هتلاقي كده بيانات أطراف النزاع، الاسم بكامل اسمك واسم خصمك، طليقك أو جوزك، تاريخ ميلادكم، الوظيفة، المؤهل الدراسي، العنوان، الحالة الاجتماعية، تاريخ الجواز أو لو انت مطلقة تكتبي تاريخ الطلاق، عدد الأولاد الحاليين، لو في جواز سابق منك أو منه بتكتبيه برضو هنا اهو. لو انك بتكتبي هنا انت الطرف الأولاني وهو الطرف التاني. عدد الأولاد السابقين لو هو أو انت مخلفين اهو، عدد الأولاد السابقين لو انت مخلفة أو هو مخلف من حد تاني بتكتبيهم هنا. وسائل التواصل بتكتبي رقم تليفونك ورقم تليفونه وتمضي. كده قفلتي ملف التسوية، تمام. بتطلع مكتب التسوية اللي انت تبع بطاقتك، انت تبع عنوانك، قاعدة في عين شمس، قاعدة في الجيزة، قاعدة في الطلبية، قاعدة في العمرانية، قاعدة في المنيا. شوفي عنوانك تبع ايه وبتروحي مكتب التسوية اللي انت تبعه في محكمة الأسرة اللي انت تبعه، وبتروحي هناك تسلمي. بياخدوا منك وبيدوكي رقم، وبيقولك تعالي الجلسة كمان يوم كذا حسب مواعيد الزحمة عندهم، مواعيد جدولهم هم بيحددوا لك ميعاد جلسة. بعد كده بتقومي عاملة ايه؟ بتروحي ميعاد الجلسة. لو هو حضر ووصلت التسوية بخير وبركة، ما وصلتيش لتسوية بتاخدي منهم شهادة أو بتاخدي معلومات، عشان بعد كده بتتحركي تروحي المحكمة نفسها بقى، محكمة الأسرة انت فاهماها واللي انت عارفاها. مشكلة الإجراء ده وخطورته إن لو ما عملتهوش ورحت رفعت قضية في المحكمة، أولا مش هيقبلوا منك الموظفين دلوقتي خلاص، يعني عارفين ناس على الله يعني ما بتقبلش، ولو اتقبل واتاخد منك بيبقى باطل الدعوة باطل، وترجع من أول وجديد. لازم 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 تروحي ملف القانون ألزم بشكل وجوبي، لازم لجان التسوية، ولازم تروح مكتب تسوية المنازعات للأسرة، ولازم تروحي ترفعي الدعوة الأول عنده وتستني خلال الفترة بتاعته، وبعد كده تاخدي معلومات وتروحي ترفعي القضية. عملتيش كده قضية باطل، طب بلغت اللهم فاشهد. الخطوة دي مهمة جدا بتتنسي، خلوا بالكم عشان ما تخسروش القضية بتاعتكم. أحلى مسا من أحمد الجزاوي، المحامي بالناط والدستورية العليا والمحاكم العسكرية. تشرف هتلاقي سايب لكم رقم تليفوني، اي استفسارات في الاستشارات القانونيه كلها او الاستشاره مجانا سايبها لكم، هتلاقوها موجوده عندكم في صندوق الوصف. شكرا.